هذا يا إخوة قصة ابتزاز من داخل أسوار مدرسة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، حيث يفترض أن تكون بيئة للتعليم والتربية، فإذا بها تتحول إلى مسرح لجريمة ابتزاز مؤلمة بطلها أستاذ مدرسة وضحيتها طالب قاصر لم يتجاوز 14 من عمره. كان الأستاذ يشتغل منصب وكيل المدرسة، مما منحه سلطة على الطلاب وثقة كبيرة من أولياء الأمور. هذه المكانة استغلها أسوأ استغلال حين بدأ يتقرب من أحد طلابه بحجة المساعدة والاهتمام بمستواه الدراسي حتى كسب ثقته الكاملة. في البداية بدأ الأمر طبيعيا، كان الأستاذ يقدم للطالب تسهيلات بسيطة في الدراسة، ثم تطور الأمر إلى تسريب أسئلة الامتحانات له، ومع مرور الوقت انقلبت تلك المساعدات إلى أداة تهديد، إذ صار الأستاذ يبتز الطالب ماديا مهددا إياه بفضح أمر الغش أمام الإدارة ووالده إن لم يدفع له المال. استمر هذا الابتزاز نحو 3 سنوات متواصلة عاش فيها الطالب تحت ضغط الخوف والتهديد، يدفع المال في كل مرة لينجو من الفضيحة. وبحسب ما ورد في التحقيقات اعترف الأستاذ بأخذ نحو 10 ملايين ريال يمني من الطالب، بينما ذكر المجني عليه أن المبالغ التي دفعها على مدى تلك السنوات بلغت حوالي 41 مليون ريال يمني. ومع ذلك رجحت بعض المصادر الأمنية أن المبلغ المذكور من قبل الطالب قد يكون مبالغا فيه بسبب طول المدة وصغر سنه، إلا أن الجريمة نفسها ثابتة بالأدلة والاعترافات. بدأت خيوط القضية تنكشف عندما لاحظ المقربون من الطالب تغيرا في سلوكه وحالته النفسية، مما أثار الشكوك ودفعه إلى تقديم بلاغ رسمي. على الفور باشرت إدارة شرطة الآداب بمحافظة شبوة التحقيق لتتوصل إلى حقيقة ما حدث وتلقي القبض على الأستاذ بعد جمع الأدلة اللازمة. تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه في قضية أثارت استياء واسعا بين الأهالي وطرحت تساؤلات حول ضرورة تعزيز الرقابة داخل المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب من أي شكل من أشكال الاستغلال أو الابتزاز. قصة هذا الأستاذ ليست مجرد حادثة فردية، بل جرس إنذار للمجتمع بأكمله، لتذكر الجميع بأن الثقة مسؤولية، وأن حماية الطلاب تبدأ من داخل أسوار المدرسة قبل أي مكان آخر.